اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات، وطبعا أنا عارفة إن أنا مقصرة بقالي فيديوهين، بس والله كان عندي ظروف. أكيد معظمكم عارفين الظروف اللي عندي، فربنا ما يجيب لكوش حاجة وحشة إن شاء الله، ويبعد عننا الحاجات الوحشة يا رب والأخبار الوحشة، ودايما نكون في حلو إن شاء الله، ويدخل عليكم الشهر الكريم كده بالخير والبركة إن شاء الله. دلوقتي طبعا شفتوني في أول الفيديو كنت كانت الصينية اللي قدامي دي كان عليها تقوير بتنجان وكده، وكنت صحينا من النوم بقالي طبعا انتوا عارفين بقالي يومين مش في البيت وكده، فما كنتش بعمل حاجة في البيت خالص على قد ان احنا نيجي نبات في البيت. بس ممكن مثلا بالليل ابني بس مثلا يقول عايز سندوتش، جوزي يقول عايز كوباية شاي، اجهز له لقمة بتاع كده، اما ما كنتش موجودة في البيت طول اليوم يعني وكده. فبعدين قلت بقى ايه، صحيت من النوم جهزنا فطار كده وفطرنا. وقبل ما اقوم من على الاكل جبت بقى ايه، كنت جايبه بتنجان 2 كيلو بتنجان كده، كان بقى عندي رز حشو من المره اللي فاتت، فقلت ايه استخدمهم بقى بما ان انا ايه بقى لي يومين مش في البيت، ومش كنت عارفه اصلا اعمل ايه وكده، وكانت دماغي مش متظبطه يعني ان انا اعمل حاجه وكده، فقلت اجيب 2 كيلو بتنجان كده واحشيهم بالرز اللي عندي وخلاص، ونعمل جنبهم اي حاجه وكده. المهم جبت 2 كيلو بتنجان قورتهم و... وقلت بقى ايه الم المطبخ كده حواليا. وقبل ما المطبخ انتوا عارفين المطبخ بيضرب فيه بومبا، مش بتلاقيه كله فوق بعضه، مش بنعرف نسيطر عليه، فخلينا نقدر نسيطر عليه من دلوقتي قبل ما البومبا تفرقع فيه كله. دلوقتي بقى نلم الحاجات اللي هي كانت على الصينية مطرح الفطار. كنا بقى عاملين فول وقليين طعمية وبطاطس وبيض وكده يعني، وجبنة ومخلل، والحمد لله. دلوقتي بقى قلت املى الازايز. طبعا لما يكون عندنا مواعين كتير كده نبدأ بالكوبايات والازايز، وبعد كده بقى ايه بالمواعين، نلم الدنيا كده حوالينا على قد ما نقدر يعني. كده بلم المواعين اللي على الصينية بتاعة الفطار، نصبن بقى المواعين. وفي الوقت اللي احنا بنصبن في المواعين نصلي على النبي كتير وندعي لأقرب الناس لينا. دلوقتي هنكمل طبعا المواعين كده. مش عارفة ايه اللي حصل في الفيديو، فصل تسجيل وانا مش خدت بالي وكده، فهنكمل المواعين بقى وكده معلش والله تعبانه خالص، ادعولي ربنا يشفيني يا رب. مش عارفه، مش مظبوطه خالص، حاسه ان انا دايخه كده ومصدعه، الصداع مش راضي يروح من دماغي بقالي يجي 24 ساعه كده، يعني من امبارح زي دلوقتي كده، الحمد لله. المهم هنغسل المواعين كده ونكمل تصبين المواعين. انتم مقصرين معايا قوي في الكومنتات واللايكات والحاجات دي، بتشجعوني شوية وبعد كده بتناموا وتنيموني ننا جنبكم، فبالله عليكم كده ارجعوا شجعوني تاني. والخمسة ستة اللي بيتابعوني يفضلوا يتابعوني ويعملوا مشاركة على الفيديوهات اللي بنزلها، ويخلوا اصدقائهم كلهم كده يشتركوا معايا في القناة ويدخلوا يتفرجوا عليا ويشجعوني هم كمان. وتشجعوني عشان خاطر انا بجد بتشجع بيكم، طول ما انتوا نايمين ننا انا كمان نايمه ننا. فبالله عليكم تشجعوني كده وتخلوني متحمسه عشان اكمل، علشان خاطر الحماس بدأ يروح وانا مش عايزاه يروح، عايزه ان انا داني متحمسه كده معاكم على طول.
هنا خلصنا المواعين بقى كلها، ونمسح كده الحوض حوالينا ونخلي الدنيا نظيفة كده حوالينا اول باول، علشان خاطر نقدر ان احنا نلم كل ما ينقذ انقاذه ما يمكن انقاذه. هنا كان السيد كان بيصلي الجمعة مع باباه، وشبط في الفراولة، فجوزي لقاها رخصت مرة واحدة. يعني هو جايبها من قيمة كام يوم ب50، مرة واحدة لقاهم بيقولوا ب20 مش عارفة ولا ب25، فقال أكيد دي مش فراولة طبيعية فجاء قال لها أنا هجيب منها كيلو واحد نشوفه ونجربه، طلعت حلوة هنجيب من الراجل ده على طول يعني. وهي بتهيألي هي أصلا رخصت، يعني هي الأول كانت ب50 وكده، عشان كانت لسه طالعة. قلت امسح بقى البوتاجاز كده، وهو طبعا انا ما عملتش اصلا عليه اي حاجه من يوم الاتنين، يوم ما صبنته بعد اكلة السمك وكده ما عملتش عليه اي حاجه خالص. فيدوبي مسحته كده بس من الرده. مطرح ما كنت بجهز بعمل سندوتش مثلا، بسخن رغيف عشان اعمل لابني سندوتش. نيجي بالليل مثلا اجهز لجوزي اي حاجه وكده بسرعه وخلاص، اما ما كنتش بطبخ ولا اي حاجه من دي. دلوقتي ما كانش حد معايا، فقلت انا ايه اجرب اصور نفسي كده، وسندت كده التليفون على العلبه بتاعه المسحوق اللي على الغساله، وقلت اصور نفسي انا كده. دلوقتي غسلت الفراوله زي ما قلت لكم. بنقعوا الفراوله كتير علشان خاطر بيبقى فيها رمله وكده، ومش تضايقكم في الاكل. نقعوها مره واتنين وتلاته. المهم هنا بقى قلت اغسل البتنجان، نقعته في الطبق دوت واغسله كويس تحت المية، وبعدين ارجع اغسله تاني. المهم بالله عليكم تشجعوني كده وتدعوا لي دعوة حلوة في الايام المفترجة دي، ومش تنسوني، وصلوا على النبي كتير في الايام المفترجة دي. بجد الصلاة على النبي بتفك كرب بتحقق امنيات كتير، فصلوا على النبي كتير. ربنا يبعد عننا الناس الوحشة يا رب، يا رب تبعد عننا الناس الوحشة يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله يا رب الحمد لله. نغسل كده البتنجان مره واتنين كده، عشان ممكن يكون في حاجات احنا مش شايفينها، مطرح ما بيبقى مثلا على الفروشات وكده حاجه بتقف عليه تراب كده، فنبقى احنا واثقين في الحاجه اللي احنا بناكلها. كده نسيبهم بقى يتصفوا، ونجيب بقى البصل واحنا واقفين كده نقشره ونسيبه بقى ايه، وقت ما نيجي نستخدمه نلاقيه قدامنا، يعني نلاقيه جاهز وكده. بالله عليكم تدعولي كتير في الايام دي، بجد انا محتاجه دعواتكم كلكم ليا. عايزاكم تحمسوني كتير وتكتبوا لي اساميكم في الكومنتات، حتى لو تعملوا لي قلب كده وجنبه اسمكم، لان في كومنتات بتجيلي من الاسم مش ظاهر، عشان اسلم عليكم بقى في الفيديوهات الجايه. طبعا الخمسة ستة اللي بيتابعوني وبيكتبوا لي في كومنتات الفيديوهات اللي فاتت هما مريم ومنى وحسناء وياسمين، دول قلبي 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 قلبي. فاكتبوا لي كومنتات كتير، واكتبوا لي اساميكم في الكومنتات عشان اسلم عليكم في الفيديوهات اللي بعد كده. دلوقتي نضفنا البصل نضفنا البصل دلوقتي بعمل قاعدة للمحشي من تحت. بقطع بصلاية طماطماية ونص قرن الشط دوت، عشان طلعت حرة يعني. نحط عليهم حبة فلفل اسمر وحبة ملح، ونكمرهم كده في بعضهم، ولو في مكعب ماجي تمام قوي، مفيش خلاص. ونفردهم كده في الحلة من تحت،
ونحشي عليهم، بجد بيدوا طعم حلو قوي. عمالة اسند في الحلة مش راضية تتسند. صلوا على النبي كتير يا جماعة اليومين دول بجد، صلوا على النبي كتير قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا لنا كتير، ادعوا للناس كلها يا ربنا يفك الكرب يا رب، من عند الناس كلها يا رب، تفك الكرب يا رب. بصراحة يعني مش في حاجة بتخسر، او ما اول مرة يزيد منه الرز جامد كده، بس ممكن لو مش عايز تعملي محشي ممكن تقطع عليهم بطاطسيتين وتحطيهم في صينية وتحطيهم في الفرن، وتزودي عليهم حبة مية او حبة شوربة لو عندك، مش هيخسروا خالص وهيبقى زي العسل، وجنبهم حبة مخلل وكده، واليوم بيقضى وبيبقى زي العسل. حابة ان انت تعملي بتنجان وكوسة وفلفل تاني يوم بعدها بيومين، مش عارفة مش بيخسروا. مفيش حاجة بتخسر يا جماعة والله، بس انتوا مش ترموا حاجة، لان اليومين دول ايام صعبة ومفيش حاجة تترمي، لان طبعا الحاجات دي بتبقى متكلفة، بصل وطماطم ورز وخضار، فالحاجات دي كلها بفلوس، وربنا يعين الناس كلها على حالها يا رب. هنا بقى بنحشي البتنجان اهو. مفيش حاجة بتاخد وقت الحمد لله، يعني طول ما انتي ايديكي فيكي وربنا مديك الصحة تقدري تعملي كل حاجة. ربنا ما يحوجنا لحد يا رب، والنبي يا رب ما تحوجنا لحد. هنا العظم دوت كان عظم، كان جوزي جايبه مع اللحمة، يعني ايه كل مرة كده بيجيب مع اللحمة كام عظمية، فأعينهم وقت ما عوز اعمل شوربة اسلقهم كده، لو احنا مش عايزين نعمل اللحمة فيها شوربة يعني. فسلقتها مرة وغيرت عليها مية، وحطيتها تاني في مية نضيفة، وحطيت معاها فلفل اسود وبصل وطماطماية وحبهان وورق لورا، وسبتها كده وملح. وهنا الحلة التانية حطيت فيها اللحمة وحبة فلفل اسود مع معلقتين سمنة، ونقطع عليهم كده بصل بعد ما نشوحهم حلو في السمنة تكون سخنة، علشان خاطر ما تنزلش ميتها، تبقى تاخد صدمة كده بقى على طول، وتدنها كده ايه طرية من جوه، مش تكون ناشفة لما تستوي، حتى مش تكون ناشفة. هنا وربت الغطا عشان يطلع الريم ويطلع الحاجات اللي فيه. وهنا ضربت طماطم معاهم كام فص توم كده، علشان خاطر نعمل لحمة بصلصة، احنا بنحبها قوي جنب المحشي اللحمة بصلصة دي. شوحنا اللحمة كده مع البصل والفلفل الاسود ومعلقة السمنة كده. حطينا الطماطم، هنحط فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح، برضو حبهان وورق لورا عادي. هنا المحشي خلصته، حطيت له الشوربة، وهنا انا بزود له الشوربة شوية عشان احنا بنحبه كده ينزل مية كده. بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش عارفه انا بجري ليه حوالين نفسي كده، بس الحمد لله. هنا حطينا اللحمه كانت زي العسل، ومحشي كان زي العسل. يسلم بقكم، يستاهل بقكم، اكل زي العسل والحمد لله، وربنا يديمها نعمه في حياتنا يا رب. مع السلامه.